السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده الفيديو بتاعنا روتين حلو قوي ان شاء الله هيعجبكم. بديته بصلاة الفجر الحمد لله. على طول دلوقتي باصحى على صلاة الفجر حاضر، عشان بنتي بتصحيني قبل الأذان أصلا بكتير. يعني ممكن أصحى 1 أقعد لحد تاني يوم، أو ممكن أصحى الساعة 2 وأقعد لحد تاني يوم. المهم إن هي بتيجي في صلاة الفجر، يعني في الأذان أو بعد الأذان بشوية بتنام. تمام، فالحمد لله ربنا يقدرني فبقوم أصلي الفجر حاضر. تمام. بعدين بقى بعد ما صليت الفجر قلت خلاص الولاد نايمين والدنيا رايقة معايا، اقوم اعمل شوية فريسكا او شوية معجنات حلوين قوي. احنا عندنا في الصعيد بنقول عليها فريسكا، بس طبعا في اماكن تانية بتقول عليها بريوش او ليها اسماء تانية، قرص او حاجه كده. تمام. فبدات بيها علشان خاطر ايه، اجهز كل حاجه قبل الولاد ما يصحوا. وكنت جايبه الكنب بتاعي والصاله كنت جايباها على الارض خالص، اللي هو كنت شايله الفرش وغسلته، وكنت غاسله الكنب، وكنت مزعفه الحيطان وكده. تمام. فقلت بالمره البس الفرشه بتاعه الكنب عشان تكون جاهزه معايا، وعشان الولاد اول ما يصحوا من النوم يروحوا المدرسه، يعني أكون أنا أنجزت حاجات كتير. تمام، يعني في الساعة دي قبل ما أصحيهم أكون أنجزت حاجات كتير، اللي هو هلبس الفرش وكمان هعمل لهم شوية معجنات. طبعا مش هيلحقوا ياكلوا منها عشان يا دوب هيلبسوا ويروحوا المدرسة. فعشان كده قلت خلاص أنا أجهزهم وكده. عايزة أقول لكم شوية معجنات زي العسل. تمام. وقلت بالمره هي بنتي الصغيره نايمه اعرف اعمل منها حاجه، لان بصراحه لما بتكون صاحيه كمان، واحيانا بنتي الكبيره بتكون غايبه من المدرسه، ما بعرفش اعمل منها حاجه. تمام. فقلت انجز واخلي ساعة البدرية منسية زي ما بيقولوا، وانجز انا واخلص بسرعة. تمام. زي ما انتم شايفين كده بلبس الفرش بتاع الكنب بتاعي انا، يعني فرشة ليا شهر وشوية، بس مش عارفة شوية هوا كده وتراب قاموا خلوا الدنيا كلها، خلوا الشقة عندي كلها مغبرة. تمام. آه، فقلت بقى لا ما بديهاش، اغسليهم وحطيهم في الغسالة في الاوتوماتيك، والصبح يعني حطيتهم في الغسالة في الاوتوماتيك وسبتهم ينشفوا. وقلت بكرة الصبح ان شاء الله هلبسهم. تمام. زي ما انتم شايفين كده الواحد بيحب يعني انا كنت عايزه اغيرهم اصلا، بس قلت لسه الوقت بدري. ده اللي يعتبر الفرش الشتوي، عشان بس الخامه بتاعته تقيله وكده. زي ما انتم شايفين كده انا لبسته خلاص الفرش وخلصت. وكانت خلاص الخميره بتاعتي هتخمر. انا في الخميره، الجزء بتاع الخميره حطيت يا دوب معلقتين من السكر، وحطيت معلقه من الخميره، وهي بنتي كانت صحيت خلاص وعماله تزن جنبي، فجبتها جنبي عشان اخلص وانا شغاله. يعني حطيتها جنبي. دخلت بقى احلل الدقيق او انخله، زي ما انتوا بتقولوا، احنا بنقول نحلل الدقيق. تمام. علشان ابدا اعمل شويه معجنات حلوين كده. آه الاول انا حطيت معلقتين من السكر، وحطيت معلقه من الخميره، وحطيت معلقتين من الدقيق، وسبتهم مع شويه ميه دافيين، وحطيتهم في فرن البوتاجاز بس وهي مش شغاله يعني. تمام. حطيتهم في فرن البوتاجاز بس يتفاعلوا مع بعض. تمام. على بال ما خلصت الصلاة رحت عملت نخلت الدقيق. لازم الخطوة دي. حتى لو دقيق فينو من السوبر ماركت وكده يعني، برضو لازم يتنخل عشان خاطر يدي هوا. بص كانت الشمس خلاص بدأت تطلع اهي. هاخد طبقين، يعني قولوا حوالي 4 كوبايات من الدقيق، مع معلقة من الخميرة، مع ورقتين من الفانيليا، مع معلقتين من السكر، مع كوباية لبن، او انا يعني كوبايه لبن وكوبايه ميه هناخد منها على حسب العجن. تمام. على كوبايه سمنه على زيت، ويا ريت السمنه تكون سايحه، ما تكونش متجمده زي ما انا عامله كده، لان انا عاملاها متجمده انا باخدها على حسب النظر. لكن لو اول مره تعمليها يا ريت تخلي السمنه سايحه. تمام. يبقى كوبايه سمنه على زيت، او عايزه تضيفي كوبايه سمنه بس يكون افضل، لان السمنه بتكون بتطلعها احلى. تمام. زي ما انتم شايفين كده بدأت أعجن، بس هحتاج مية تاني. هحتاج مية، أيوة هحط مية مش لبن. وبعدين بقى بس زي ما انتم شايفين كده بعد العجن، وبعد ما لميتها خالص، زي ما انتم شايفين كده حطيت شوية
من الزيت والسمنه في قلبها في العجينه، ودلوقتي بلم العجينه برضو بالزيت والسمنه. ليه؟ بتدي طراوه للعجينه حلوه قوي. دلوقتي بقى هدخلها الفرن، هشغل الفرن وادفيها واطفي عليها، وهدخلها الفرن لمدة ساعة تتخمر براحتها، تخمر براحتها، لان هي طبعا في الشتاء المعجنات بتاخد وقت كبير على بال ما تخمر. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله العجينه خمرت. عايزه اقول لكم العجينه لما تخمر حاولي تفشي الخمور بتاعها، يعني تدوسي عليها تديها بوكس كده، تمام، وتلميها تاني من اول وجديد وتسيبيها تخمر تاني. الحركه دي بتدي نعومه للعيش وبتخليه يخمر حلو قوي. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا بدات اقطع فيه زي انت التقطيعه اللي انت تحبيها اعمليها، يعني مش مشكله خالص. تمام. عايزه اقول لكم التقطيعه دي انا خدت وقت على بال ما اظبطها ومش عارفه ايه وكلام من ده. تمام. يعني احيانا كده تبص تلاقي الستات الكبيره لازم تظبطي الحاجه اللي في ايدك عشان خاطر تطلع حلوه. مش لكن انا حبيت اتعلم في البيت يعني براحتي، اللي هو مظبوطه مش مظبوطه حلوه كده. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا بقطع بقطع الفريسكا. احنا عندنا في الصعيد بنقول عليها فريسكا. عايزه اقول لكم حلوه قوي 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 في الفطار، يعني تفطري بيها الصبح جميله جدا. طيب بعد ما خلصت كده هدهن الوش بتاعها بمعلقه من بصوا البيضه انا كسرت بيضه صغيره بلدي مع حبه لبن مع حبه فانيليا مع معلقه من السكر مع قهوة سريعة الذوبان. زي ما تحبي أي نوع قهوة عندك. تمام. سريعة الذوبان يا دوب تحطي نص معلقة. تمام. بس كده وبعدين بتدهني الوش بتاعها. بعد ما تدهني الوش بقى بتاعها زي ما تحبي برضو، لو مش عايزه تدهني الوش وتدخليها على كده، لو مش تحبي زفارة البيض، يعني في ناس بتحب زفارة البيض مع فيها وتحب تاكلها مع كوبايه الشاي على كده، تمام عادي جدا ممكن تدخلها تحت الشوايه تاخد لون. لكن انا بحب الصراحه ان هي تاخد لون حلو قوي، لان الدهن ده اللي من فوق الوش ده بيدي للوش حلو قوي قوي قوي، بيديله شكل حلو قوي. تمام. عايزه تضيفي له سكر، انا زي ما انتم شايفين كده انا بحب اضيف له سكر عشان ابني الكبير بيحب عليها سكر، ما بيحبش عليها سمسم. تمام. آه عايزه تحط لها سكر حط لها سكر، عايزه تحط لها سمسم حط لها سمسم. انا حطيت شويه من السكر وشويه من السمسم. عايزه اقول لكم طعمها خطير وحلو قوي الصبح مع كوبايه شاي بلبن. جميله. وعايزه اقول لكم القرص دي اللي انا عاملاها على شكل قرص، مش شكل فريسكا يعني. دي ممكن نحشيها سندوتشات جبنه بتطلع حلوه قوي قوي، والولاد بياخدوها معاهم المدارس، يعني توفير التوفير. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله طلعت من الفرن. عايزه اقول لكم حطيت في الفرن كان سخن اصلا، حطيت في الفرن كمان طبق صغير فيه ميه وحطيته من تحت علشان خاطر يوزع الحراره. وكنت خلاص حشيت الكرومب بس ما صورتوش عشان للاسف ما عنديش مساحه على التليفون. وحطيت حطيت مرقه وحطيت الشوربه كانت عندي. عايزه اشيل الوش بتاع الشوربه اشيليه، مش عايزه براحتك، انا ما شلتهوش. تمام. وحطيت معلقتين من الصلصه وحطيته يستوي. زي ما انتم شايفين كده انا لميت ال ال طلعتهم من الصاج وبعدين سبتهم يهدوا شويه، غطيتهم بفوطه وسبتهم يهدوا شويه بس عشان خاطر ايه ما ينشفوش. وبعدين رحت حطيتهم في اكياس، والكياس حطيتها في الفريزر. كل ما تحتاجي تطلعي كيس هتطلعيه زي الفل، اللي هو مش محتاجه ان انت تسخنيه ولا تعملي له اي حاجه. تمام. يعني هتطلعي الكيس من الفريزر هتسيبيه شويه لحد مثلا الولاد ما يصحوا ولا كده، او تطلعيه مثلا من بالليل هتبصي تلاقيه فك معاكي وزي ما يكون عاملاه دلوقتي. وزي ما قلت لك برضو انت ممكن تطلعيه وتحشيه سندوتشات وتخليه للولاد. زي ما انتم شايفين المطبخ كده الدنيا اتدربكت فيه، فحبيت ان انا اخلصه. الاول برضو ما صورتوش، بس ده نسيته، انا نسيت ان انا اصور يعني. زي ما انتم شايفين كده دخلت على الصاله، روقت الصاله وروقت خلاص بقى التكايه الاخيره دي، واحسن تكايه في الدنيا ان انت تجيب الفرش الفرش بتاعك. والنهايات بقى ان انت ترجعي كل حاجه مكانها وتفرشي البياضات بتاعتك وتمسحي بس مسحة خفيفة كده الأرض وتمسحي برضو الكنب مسحة خفيفة كده وبس كده. هي دي بتبقى النهايات اللي زي الفل الحمد لله، بعد تعب طبعا وبعد
يعني اليوم كله أو قبلها بيوم بتكوني تعبانة وكده، فدي النهايات السعيدة زي ما أنتم شايفين. فرشت السجادة وفرشت البيضات بتاعتي وخلصت الصالة خالص أهو الحمد لله زي ما أنتم شايفين، والمطبخ الحمد لله كنت مخلصاه وشوية معجنات زي العسل. واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. أتمنى منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو لو عجبكم الفيديو يعني. واشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. سلام عليكم.